السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يا جماعة إن شاء الله أول فيديو من سلسلة الرد على التعليقات. قبل ما ندخل في الموضوع محتاج أتناقش معاك وأفهمك فكرة البلاي ليست عشان محدش يفهمها غلط. الرد على التعليقات هنا المقصود بيه إن إحنا هناخد الكلام اللي في التعليقات ونتناقش فيه. الموضوع ما فيهوش أي شخصنة، بدليل إن أنت مش هتشوف مين اللي كاتب التعليق ولا هتعرف أي حاجة عنه ولا كتبه فين. في بعض التعليقات ممكن يكون فيها إهانة شديدة والشخص يتعمل له هايد فروم تشانل، بس في نقطة في التعليقات محتاجة نتناقش فيها، يعني مفيش رد نهائيا على الشخص، انسى دي تماما. الرد هيكون نقاش عن النقطة اللي الشخص كتبها ببساطة شديدة جدا. طيب، عايز اقول حاجة مهمة جدا، التعليقات السلبية يا شباب اللي هتقابلوها في حياتكم مش دايما مؤذية. ممكن شخص يوصل لك نصيحة بطريقة انت شايفها وقحة بس يكون فيها حاجات صح، ممكن يكون فيها جزء صح، ممكن تكون كلها صح. حاول تتعامل مع التعليقات ان هي فيها معلومة الى ان يثبت العكس، فيها افادة ليك الى ان يثبت العكس. مش دايما والله تعليقات وحشة، كتير جدا في حياتي قابلت تعليقات سلبية وكان اصحابها بيحاولوا يستفزوك بس فيها كلام كان صح. فحاول تتنازل شوية عن الكبر وصلح الحاجة لو هو كتبها لك، لو كتب لك مشكلة عندك صلحها، مفيش مشكلة حتى لو بعتها لك بطريقة بايخة. خلينا نبدأ مع بعض كده. أول تعليق معانا من واحد من الناس المحترمين، كاتب: مش عارف ليه المصارية في كل مجال مع انهم شعب عربي ويخاطب عرب، ومع ذلك 3/4 كلامه بالانجليزي. هو عايز يثبت ايه ويثبت لمين وليه؟ وسيبك من السطر المكتوب تحت خالص لانه ما يهمناش في حاجة في النقاش. المصارية اللي هم يا شباب المصريين، اكيد يعني انتوا عارفين. طيب، اول حاجة محتاجين نتكلم فيها قصة المصارية. في شعوب كتير جدا بتعمل نفس الحركة دي، بيحطوا كلام الانجليزي في وسط الكلام. انا عشت في الخليج ورحت كذا بلد وعشت مع جنسيات كتير كلهم بيعملوا نفس الحركة دي، فعادي جدا ما فيهاش مشكلة يعني. عندنا نوعين من الناس اللي بيتكلموا انجليزي في وسط الكلام، نوعين. النوع الاول هو اللي انا متفق مع الراجل ده جدا فيه وان انا بكرهه، مع احترامي لاي حد بيعمله لو انت واحد منهم، انا بتكلم عن رايي الشخصي اني ما بحبش النوع ده. الناس اللي هي بتتكلم معاك عادي، يقول لك انا صحيت الصبح بصيت على الجو لقيته it was like، يعني حاجه كده. انا ما بحبش الاسلوب ده نهائيا، يعني انا ما بشوفه حتى بكرهه غصب عننا. ممكن تلاقي نفسك من كتر ما انت اتطبعت كده مع المجتمع انك بتعمل ده غصب عنك، بس انا واحد من الناس لو حسيت اني بعمل ده برجع فورا، انا بتضايق من الحركه دي. النوع التاني اللي هو مجبر وغصب عننا وما تقدرش ان انت تلاقي بديل. حضرتك بتشرح برمجة ودخلت في مصطلحات ما ينفعش تترجم للعربي. في حاجات لما ترجمتها عربي انا وناس كتير جدا محترمين يعني كانوا بيشرحوا قبلي، الناس اتريقت عليهم، اتعمل ميمز عليهم، اتعمل ميمز على الحاجة دي لما اتكتبت بالعربي واتريقوا عليهم تريقة واتحط عليهم حتى محترم لمجرد بس انها اترجمت. في حاجات ما ينفعش تترجم، في حاجات لازم تقولها انجليزي وتشرح معناها، ترجمة ما تنفعش. في مصطلحات عدت عليا كتير جدا، واعتقد لو حد فيكم دكتور متابع القناة هيأكد كلامي انه في مصطلحات في الطب وفي علوم كتير ما ينفعش تترجم بالعربي، مش هيبقى ليها معنى نهائيا، لازم تتقال زي ما هي. لازم ادخل وانا بتكلم اقول لك ان الحاجه دي اسمها كذا بالانجليزي بعدين اشرحها لك، ما هو الشرح بالعربي، ما ينفعش الكلمه كمان تكون بالعربي. ما ينفعش تروح لمكان وانت متعلم برمجه كلها بالعربي وتقول المصطلحات بالعربي، الناس هتضحك عليك. ما ينفعش تكون في شركه مع اصحابك قول له الموضوع بسيط، انشئ اوبجكت واعمل فيه كذا، يقول لك ايه اوبجكت دي؟ ايه يا عم انت يعني ايه اوبجكت؟ ما انت مش عارف، انت كل حاجه كنت عايزها بالعربي. انت عايز حد يقول له انشئ كائن وحط في الكائن مش عارف ايه، حتى الناس جنبك هتضحك. ده يا جماعه غصب عننا مش بمزاجنا. قبل ما تحاول تفكر ان احنا بننسلت من هويتنا العربية، فلو سمحت اركن الموضوع ده على جنب لانه ملوش علاقة بالهوية. حضرتك الهوية حاجة وان احنا بنشرح علم بلغة ده حاجة تانية. انا دلوقتي عايز اشرح مبدأ اسمه بوليمورفيزم، اشرحه له ازاي بالعربي؟ بوليمورفيزم لازم اقولها. عايز اشرح حاجه اسمها ابستراكت كلاس، لو انت حطيت الحاجه دي بالعربي ده في ناس عايزه انك ما تقولهاش اصلا، يعني انا اقول معناها بالعربي الاري اسمها مصفوفه وما اقولش كلمه اري دي خالص واكمل حياتي على كده، اقول له النهارده هنتعلم درس المصفوفات بس وما كملش بقى ان هي اسمها اري والكلام ده، لا كمل يا باشا كله عربي. وبعدين هتهرب من الانجليزي؟ ما احنا محتاجينه حضرتك الانجليزي اللي انت عايز تهرب منه ده. فهنا الحاجة اللي محتاجة ان هي تتقال بالانجليزي كده دي مفيش مفر منها، وحضرتك ما تحاولش انك تلغيها من حياتك. سبب اصلا التعليق ده فيديو اسمه اول فكرة
برمجيه جابت لي فلوس. انا دلوقتي بشرح فكره معينه عملتها عشان خاطر اجيب فلوس. قلت ان انا كنت بشتغل على نظام اداره محتوى Content Management System، نظام اداره محتوى. بص الترجمه جميله ازاي، لكن في حاجات تانية الترجمه بتاعتها صعبه جدا. نظام اداره المحتوى ده اسمه داتا لايف انجن، هم الروس اللي عملوه سموه كده، والله انا اسف مش ذنبي والله، انا يعني ما يعني مش عارف اعمل لهم ايه صراحه. عشان انطقوا بالعربي هنطقوا ازاي؟ يعني اقنعني. هقول لهم في نظام اداره محتوى اسمه مثلا محرك بيانات الحياه، او يعني ترجم كل كلمه لوحدها. شيء مضحك يا شباب، والله ناس كتير جدا هتضحك عليك اما تدخل تقول لهم انا جبت نظام اداره محتوى اسمه محرك بيانات الحياه، او بيانات الحياه مش عارف ايه. حاجه ما تنفعش ما تنفعش. فايه المانع ان انا اقول يا جماعه النظام اسمه داتا لايف انجن وبالعربي ترجمته كذا، او ما نقولش ترجمته اصلا. لو انت متابعني على قناه الزيرو ويب سكول وبتشوف دروس البرمجه، هتلاقي كتير قوي بقول النهارده يا شباب هنتعلم الاري دي ملناش علاقه بمعناها، انسى. هو معناها بالعربي هتلاقي اسمها مصفوفه او كذا او كذا او كذا. حطيت لك معاني كتير جدا، لو حطيتها في القاموس هطلعها لك. بس انا اقول لهم ايه؟ مالكش دعوه بالترجمه، يهمنا انك تفهم يعني ايه اري في عالم البرمجه. هو ده اللي انت عايز تعمله، مش المعنى العربي. الانجليزي مش مؤذي، ما تهربش منه. طيب خليني اقول لك ان انت في عالم البرمجه، انا هتكلم على العالم اللي انا عايش فيه، مش هعرف اتكلم عن اي حاجه تانية. اي حد مختص في مجال تاني ممكن يكتب في التعليقات نفس المثال بتاعي ده في المجال بتاعه، هو برضو صح ولا لا. دلوقتي انت عايز تتعلم انجليزي، الانجليزي هي لغه العالم. لو رحت تتعلم تقنيه معينه ممكن ما تلاقيش حد عربي شارحها، وهتضطر تروح للمصادر الاجنبيه. ساعتها حضرتك ما تعرفش ولا كلمه عربي، مش هتفهم منه ولا كلمه. الدوكيومنتيشن، الكتب، المراجع الكبيره مكتوبه بالانجليزي مش بالعربي. اي نعم دلوقتي المصادر العربيه الحمد لله بدات تتطور وبدا يبقى عندنا كتب، بس في حاجات لسه مش موجوده. تقنيه طلعت دلوقتي والشركه محتاجه ان انت تتعلمها عشان تكمل معاهم، مفيش ولا مصدر عربي. اعمل ايه يا ربي اعمل ايه؟ لا مفر من ان انا اتعلم انجليزي. طب انا هسالك سؤال، حضرتك هتتعلم انجليزي ازاي وانت مش عايز ولا كلمه انجليزي من الناس بتقولها؟ هسالك سؤال، حضرتك بتتفرج على فيلم عربي من الالف الى الياء عربي، مفيش ولا واحد في الفيلم قال كلمه انجليزي في النص مثلا. يعني لو انا سالتك على الاوتبوت اللي انت طلعت بيه من الفيلم، شفت بقول ايه في النص؟ الاوتبوت. ممكن انت ما تعرفش معنى كلمه الاوتبوت دي، تروح تبحث عنها. المخرجات اللي انت طلعت بيها من الفيلم ولا حاجه، ما طلعتش بولا كلمه انجليزي. تخيل الراجل في الفيلم قال جمله كده انجليزي في حته معينه في سياق الفيلم او المسلسل او اي حاجه، طلعت انت بمعلومه جديده. يعني هو دلوقتي ما غلطش، هو دلوقتي عمل لك حاجه او قال لك حاجه فادتك. تخيل انا زمان عشان اتعلم الانجليزي كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب العاب الار بي جي اللي هي الرول بلاينج جيمز، الالعاب اللي هي الار بي جي اللي اخترعتها اليابان، الالعاب اللي معظم اللعبه مش ناس بتلعب، معظم اللعبه محادثه. تدخل مكان تكلم الراجل يديك مهمه، والمهمه دي مليانه بقى كلام كتير، قصه طويله تفضل تقرا. بقعد اقرا الموضوع ده عشان اتعلم انجليزي، واشوف كلمه جديده عليا اروح اترجمها، افهم معناها، افهم السياق كله، ابدا اتعلم. السؤال هنا، لو اللعبه دي كلها بالعربي وده حصل وعملوا تعريب لالعاب وكانت والله حاجه محزنه اقسم بالله، يعني لو انت عندك اللعبه كلها بالعربي هتتعلم انجليزي ازاي؟ هتطور المحادثه والكلام اللي انت محتاج تقرا حد بيقوله ازاي؟ مفيش. المصيبه بقى فين؟ انا ما عنديش مانع ابدا ومش معترض انك تترجم لعبه كامله بالعربي. المصيبه انك تدخل اللعبه تلاقي الترجمه ملهاش علاقه بالفكره. انت بتلعب وفي الستاتس بتاعت الشخص مثلا اللي انت محتاج تزودها، القوه بقى والمهاره ومش عارف ايه، في حاجات مترجمه مش معناها خالص، ملهاش ادنى علاقه بالفكره دي. ده مش بمزاجنا، عشان هي ملهاش معنى عربي مناسب للفكرة، بس مش بمزاجنا والله. ومش عشان اللغة العربية لغة قليلة، اللغة العربية أعظم لغات العالم، لغة القرآن، بس اللي اخترع الحاجة دي مش حاطط لها معنى مناسب للفكرة اللي هي فيها، أو مناسب للمكان اللي هي فيه. نفس القصه كنت بجيب فيلم اجنبي مثلا، الافلام الاجتماعيه اللي فيهاش كلام ملعبك دي، مش زي فيلم انترستيلر والافلام اللي فيها فيزياء وكيمياء وعلوم وساينس فيكشن، الخيال العلمي التقيل قوي ده. لا، جبت فيلم كده اجتماعي واحط الترجمه انجليزي، هو الفيلم انجليزي والترجمه انجليزي، واسمع الجمله اللي بيقولها واقرا الترجمه، في كلمه جديده عليا اترجمها واشوفهم بيقولوا ايه لحد ما افهم الفيلم كله واتعلم واطور نفسي في الانجليزي. السؤال هنا، الفيلم اللي هو من شويه اللي اتكلمنا عليه كله بالعربي ده هيعلمك حاجه؟ لا مش هيعلمك حاجه. احنا محتاجين ان احنا نقعد مع اصحابنا نتكلم
طول اليوم كده انجليزي عشان نطور الانجليزي، وحياتنا بقى الطبيعي نتكلم بالعربي براحتنا خالص ونعمل اللي احنا عايزينه، بس في جزء ده اسمه براكتس، تمارين، بنتكلم مع اصحابنا بالانجليزي عشان نطور الانجليزي بتاعنا، نلعب لعبه انجليزيه عشان نتعلم منها الكلمات اللي فيها، نقرا كتاب بالانجليزي عشان نتعلم الانجليزي، في كلمات كتير جدا هتعدي عليك مش مفهومه هتروح تترجمها تطور مستواك في الانجليزي. اسال اي حد بيعلم انجليزي هيقولك الكلام ده، هيقولك الحاجات دي كلها مفيده جدا ليك لو عايز فعلا تتعلم. قصه بقى ندخل الكلام في النص، زي ما قلت لك انا معترض على الاسلوب الاول لانه رخم وبيجي كده في سياق بصراحه انا بشوفه مضحك. يعني الناس it was like مش عارف ايه، انا ما بحبش القصه دي مع احترامي لكل الناس اللي بتعملها والله، بس انا ما بحبهاش. فكره بقى ان انت مجبر تقول انجليزي في وسط الكلام، فانا بقول لك ان ده اصلا مفيد ليك، وانت المفروض ما تهربش من الانجليزي لو ناوي تشتغل يعني في وظيفه هتتعامل فيها مع عملاء كفريلانسر. الشغل كله دلوقتي بعد كورونا بقى ريموتلي، هتحتاج ان انت تتعامل مع الشركه بالشكل ده. ممكن تلاقي نفسك شغال مع شركه يجيبوا ناس من الهند من اي بلد بيتكلموا انجليزي وانت في الميتنج مش فاهم ولا كلمه، يا صديقي هتضيع يا صديقي. احنا هويتنا اللغه العربيه، واللغه العربيه على عيننا وراسنا ومش هنطلع منها، بس اتعلم اللغه بتاعتنا، اتعلم الانجليزي عشان هتفرق معاك لغه العالم. يعني انت ما بتعملش حاجه غلط، واللي بيقول انجليزي في وسط الكلام حتى النوع الاول المؤذي اللي بقول لك انا ما بحبوش، صدقني مفيد ليك وهيزود لك معلوماتك. يا رب يا جماعة الفكرة تكون عجبتكم، يا ريت تكتبوا في التعليقات لو فكرة النقاش عجبتكم، فكرة الرد على التعليقات نفسها كويسة، لو جميلة هنكمل فيها، لو مش جميلة اكتب لنا في التعليقات، لو محتاجة تتصلح او نزود فيها حاجة اكتبوا لنا في التعليقات. اتمنى من الله اني ما كنش دخلت اي شخصنة في الموضوع، وان يكون النقاش كان جميل ومهم. شكرا يا شباب.